السلام عليكم. في يوليو سنة 1972 زار الرئيس الراحل أنور السادات مقر المخابرات العامة المصرية، وكان معاه قائد الجيش ومستشار الرئيس للأمن القومي ومدير المخابرات العسكرية. وقتها دعا الرئيس السادات كل المديرين ورؤساء الأقسام بالجهاز لاجتماع سري دام أكتر من 5 ساعات، والاجتماع دوت مش علشان يتعرف عليهم مثلا، لكن علشان يوضح ان اسرائيل بتتفوق على مصر من الناحيه العلميه والتكنولوجيه اللي بتخليها ترصد كل التحركات المصريه في الداخل والخارج، وان الحل الامثل قدامنا هو اللجوء لخطه خداع استراتيجي تضمن لينا التفوق على العدو رغم امتلاكه لجميع مقومات القوه من اسلحه حديثه واجهزه تكنولوجيه. وعلشان تعرف ايه اللي حصل والخطه اتعملت ازاي ركز معايا، بس قبل اي حاجه حضر كوبايه شاي واخبط اللايك والشير، اشترك لو لسه ما اشتركتش، ويلا نقول اهلا بيكم مع سقراط. لما السادات مسك مصر كان فيها بعض مراكز القوة مسيطرين على الوضع تماما، وكانوا فاكرين ان السادات اللي طول فترة عبد الناصر ما ظهرش اي اطماع كان هيبقى زي العجينة في ايديهم هيشكلوها زي ما هم عاوزين. انور السادات كان فاهم الموضوع كويس، لكن تقل لحد ما يثبت اقدامه كويس، وبالفعل اول ما الفرصه جات له استغلها احسن استغلال، ومع وقوف الحرس الجمهوري معاه استغل الاستقالات الجماعيه الشهيره اللي اتسمت ساعتها بثوره التصحيح. والكلام دوت حصل في 15 مايو سنه 1971، وساعتها قبض عليهم كلهم وعزلهم من مناصبهم وكمان حاكمهم، وابتدى يتفرغ للبلد. بس المضحك واللي كان في المصلحه، قصدي مصلحه الحرب يعني، ان الشعب نفسه ما كانش واثق ان السادات هيحارب. والمضحك اكتر ان اسرائيل كانت فاكره ان اللي قادر على الحرب مات، اما ده فضعيف والموضوع كبير عليه. لكن الوحيد اللي كان عارف ان هو قدها بس هي لازم تتلعب بالمظبوط هو السادات نفسه، وتقوم مظاهرات الطلبه علشان تدفعه وتضغط عليه للحرب وهو مطنش خالص، لانه كان عارف ان التصريحات الناريه والكلام الكتير والجعجعه الكتير مش هتاكل عيش في الظروف دي، وانه هو لو عاوز يكسبها هيكسبها بحاجتين: استعداد وخدعه. وبالفعل في يوليو سنه 1972 زار الرئيس مقر المخابرات العامه المصريه في اجتماع سري وطلب منهم خطه خداع استراتيجي، وان هو عاوز وقت ما ياخد قرار الحرب ولا امريكا ولا اسرائيل ولا مصر حتى حد يعرف بيه. فبدا الاستغراب يظهر على وجوه اللي حواليه، طبيعي لان السياسه ديت كانت غريبه شويه عليه. وبالفعل ابتدوا في وضع الخطه، وكانت البدايه مع صوامع القمح. يجي دلوقتي يطلع لي واحد عبقري يقول لي يا عم واحنا بنتكلم في حرب تقول لي صوامع قمح؟ هقول لك يا عم اصبر، اي دوله في الدنيا بتخطط لحرب لازم يكون عندها مخزون استراتيجي من السلع الاساسيه زي القمح اللي هو رغيف العيش. فلو مصر مثلا اعلنت استيراد حصص اضافيه من القمح، فاكيد امريكا واسرائيل هيقطعوا على الحوار وهيعرفوا ان مصر بتستورد قمح علشان الحرب، وده ضد الخطه اللي طلبها السادات من الاول. طب يعمل ايه؟ تعال اقول لك. اتفق السادات مع رئيس المخابرات ان اول ما الشتاء يجي يسرب معلومه ان المطره دخلت على صوامع القمح وبوظت المخزون كله، وانقلب الموضوع لفضيحه اعلاميه. ومش بس كده، ده كمان جاب الكاميرات والاعلام علشان يصوروا الصوامع فاضيه، ومفيش حد ساعتها ما اتكلمش على الاهمال والتسيب اللي وصلت له البلد. بلد المفروض في الوقت دوت بتخطط لاستعاده الارض، لكن الباشا كان قاعد وحاطط رجل على رجل، لان الموضوع كان من الاساس تحت اشرافه وتحت رعايته. فلما يعمل كده يكون معاه كل الحق في استيراد حصص اضافيه مكان المخزون الاستراتيجي اللي راح في المطره. والمضحك كمان في الموضوع ان احنا صعبنا على بعض الدول الاوروبيه فكمان بعتت لنا مساعدات علشان الوضع الكارثي يا عيني اللي بتمر بيه مصر. ومن ناحيه ثانيه صديقي، في نفس الوقت كان معروف ان مصر هيتقطع فيها الكهرباء وقت الحرب، فالمخابرات بكل بساطه جابت مهرب قطع غيار سيارات في الوقت ده كان معروف بالنسبه لهم، وعرفوه بنفسهم انهم خبراء اقتصاديين، وسخنوه ان هو يستورد كشافات بكميات كبيره علشان البلد داخله على حرب، وساعتها تقدر تبيع بضعف الثمن وانت تكسب واحنا كمان نكسب معاك. وبالفعل الراجل راح سخنان واستورد فعلا الكشافات، وبمجرد وصولها تتقفش وتتصادر وتتباع للمجمعات الاستهلاكيه باسعار رمزيه. وكمان ما يكتفيش بكده، السادات ده كان بيقصد يضحك الناس عليه بتصريحاته الغريبه في الاعلام وفي مجلس الشعب. مثلا يعني اعلن في مره من المرات ان مصر هتحارب بس مش دلوقتي. طب ليه مش دلوقتي يا ريس؟ يقول لك اصل في ضباب في الجو. يا راجل تصدق اقتنعت؟ والناس تضحك عليه وكمان يطلع نكت عليه، والعالم كله مش مصر بس يسال سؤال واحد: هو فين الضباب اللي في الجو ده يا ريس؟ ويقنعهم السادات ان هو رئيس لا يفقه قولا في اي حاجه، وكلامه هو اللي بيدل على ده. وفي الناحيه الثانيه على الجبهه، الجيش طلب من المخابرات استيراد قوارب مطاطيه للعبور، واكيد لما وصلت الشحنه لمينا اسكندريه العيون كلها كانت عليها، والمخابرات كانت عارفه كمان ان العيون كلها كانت عليها. فتعمل ايه المخابرات؟ فترميها. ايوه زي ما سمعت كده، رمتها.
ترميها في المينا على الرصيف في موقف يدل على قمة الإهمال واللامبالاة. وأول ما الليل جه تيجي عربيات تنقل نص الكمية وتوديها في مكان ما في حلوان، وتتركن في أماكن اتعملت مخصوص علشان تبان إن نص الكمية اللي جت دي تبان ان هي الكميه كامله، وتترمي في المكان دوت بقمه الاهمال اللي في الدنيا الى ما شاء الله، علشان تبان للناظر ان الشحنه مرميه وغير مستغله. اما النص التاني اللي اترمى في المينا باهمال، جت عربيات الزباله بالليل وراحت واخداها على الجبهه مباشره. وفي الوقت ده حب السادات ان هو يسمح للطلبه ان هي تطلع في مظاهرات، وكمان يخلي وزاره الداخليه ان هي تنشر اشاعات ما بين الطلبه ان مصر عمرها ما هتحارب، وطلب ساعتها من وزاره الداخليه ان هي ولا تاكد ولا تنفي، بس تهدي المظاهرات ديت فقط لا غير. وفي نفس الوقت برضه جه تقرير من المخابرات للسادات يقول ان كل الاشارات ما بين القاده المصريين وبعضهم الاسرائيليين قاطعين عليها وبيسمعوا فعليا جميع الاوامر والتحركات، والكلام دوت مش هياكل وقت الحرب، والموضوع دوت كفيل ان هو يهدم العمليه من الاساس. فبعت لجميع القاده بتوعه بسرعه ايجاد حل للمشكله دي. ففي يوم من الايام كان في 2 من قاده الجيش كانوا بيتكلموا في نفس الموضوع باهتمام شديد قدام العسكري اللي كان سايق لهم العربيه، فبص لهم بكل بساطه وسذاجه وقال لهم الحل سهل يا فندم. حل ايه يا عسكري؟ اتكلم، انت شايف اللي انت عندك حل واحنا مش عارفينه؟ فقال لهم العسكري اللي ما كانش غير المجند النوبي احمد ادريس، احنا عندنا يا فندم اللغه النوبيه ولا بتتكتب ولا حد بيفهمها غير اهل النوبه بس، علشان الاتنين القاده يقفلوا على الجمله دي ويكملوا طريقهم من غير ولا كلمه زياده. وتاني يوم يجي حد من رئاسه الاركان علشان يسال على المجند احمد ادريس، واول ما يقف قدامه احمد ادريس يروح حاطط الكلبش في ايده ويقول له انت مطلوب القبض عليك. وهسيب لك احمد ادريس بنفسه يحكي لك احساسه ساعتها كان عامل ازاي. احمد ادريس بيحكي وبيقول ان كان متطوع في الجيش سنه 1955، ومن ساعتها كان في حملات من المخابرات على الجواسيس، وكل شويه نسمع عن القبض على جاسوس شكل، فخفت ان الموضوع يكون طالني بالغلط لما حطوا الحديد في ايديا وخدوني لحد قصر الاتحاديه وانا مبلول وقاعد عمال بكلم في نفسي 3 ساعات، ومره واحده لقيت الرئيس السادات في وشي، ودخل عليا الرئيس السادات بعصايته والبايب بتاعه، طلب مني اني اقعد واحكي له ايه حكايه الشفره النوبي اللي قلتها للقاده بتوعي قبلها بيوم. قلت له يا فندم احنا لغتنا ما فيهاش حروف، ولو جولدا مائير ذات نفسها سمعتنا مش هتعرف احنا بنقول ايه. وبعد ما شد السادات نفسين من البايب بتاعه فقال هو ده الكلام، نجيب مين معاك بقى في الموضوع ده؟ يا فندم حرس الحدود مليانه بعساكر النوبه موجودين في الجيش زي حالاتي بقالهم سنين وسنين، واني ممنوع اجيب سيره لاي حد عن الموضوع حتى لو مراتي ومش المجند احمد ادريس، علشان تكون الاشاره باللهجه النوبي زي ما اقترحها مجند بسيط من النوبه ويحل مشكله كبيره كانت مهدده الموضوع من الاساس. وفي الوقت دوت كان شاغل انور السادات خط بارليف اللي كان بيتقال عليه منيع علشان هو كان بزاويه ميل 80 درجه، ودي زاويه مستحيله للصعود يا صديقي. وهنا تحصل المعجزه عن طريق اللواء باقي زكي اللي كان مجرد نقيب مهندس في الوقت دوت في الجيش المصري. بيقول ان الفكره ديت جات له نتيجه خبرته بشغله في السد العالي باسوان، فكانوا بيجرفوا السد بمضخات الميه علشان يقدروا يبنوا فوقه او من خلاله. فعرض الموضوع على رئيس الاركان وقال لهم سهل جدا ان احنا نفرغ خط بارليف بمضخات ميه عن طريق ميه البحر ونفتح فتحات فيه، وبالتالي خطه العبور تكمل. ومره واحده شاف الاندهاش على وشهم وطلبوا منه ان ما يحكيش الموضوع دوت لحد، وبالفعل وصلوا الموضوع لانور السادات اللي وافق عليه على الفور. ومن ناحيه تانية قابل السادات مشكله كبيره. حد يقول لي يا عم ايه تاني؟ هقول لك. بعد طرد السادات للخبراء الروس، روسيا حرمت مصر من وقود الصواريخ، يعني الجيش المصري ساعة لما هيجي يحارب مش هيلاقي وقود يضرب على اساسه الصواريخ دي، فتيجي قيادات المخابرات ترفع سماعة التليفون ويكلموا واحد اسمه دكتور يوسف سعادة، وده كان رئيس قسم الهندسة الكيميائية في المركز القومي للبحوث، ويطلبوا منه طلب واحد بس: يا دكتور احنا هنبعت لك دلوقتي عينة وقود عاوزينك تخترع لنا زيها بالظبط وكمان بكميات كبيرة ويا ريت في اسرع وقت. فيقعد الدكتور يوسف مع نفسه ويقول يا رب وقود ايه اللي محتكراه دولة عظمى زي روسيا وعاوزين نصنع زيه. لكن الراجل توكل على الله وعمل فريق بحثي من قسم الهندسة الكيميائية وعددهم 7 باحثين، وقعدوا يشتغلوا ليل نهار لحد ما في 6 شهور بس قدروا يخترعوا الوقود الروسي. في 6 شهور ب7 باحثين قدروا يخترعوا حاجة محتكراها دولة عظمى زي الاتحاد السوفيتي. وعلى صعيد اخر بيحكي رئيس اركان حرب القوات المسلحه الفريق سعد الدين الشاذلي انه عرض خطه الحرب على الرئيس انور السادات باننا نعبر قناه السويس بقوات المشاة ونحرك الدفاع الجوي على حافه القناه ب4 أو 5 كيلو، ودي هتدي مظله لمصر وقوات المشاة اللي هتعبر لاي هجوم من الاسرائيليين. فتكيف السادات من الخطه وراح مطبطب على كتفه فقال له بس دخلني الضفه الثانيه ب5 كيلو وسيب الباقي عليا. وبيحكي رئيس الاركان ان خطته كانت قايمه على محورين: الاول ان اسرائيل مش هتستحمل خسائر
الافراد عندها، لان جيشها ما بيعتمدش على الافراد وعددهم، والتاني اعتمد على طول مده الحرب. طيب واحد عبقري يجي يسالني يقول لي الاول وعرفناه علشان هم عدد ناقصه من الاساس. طيب مده الحرب يا باشا ايه حكايتها؟ اقول لك تعالى نشرح. الشعب الاسرائيلي يا صديقي هو نفسه الجيش بتاعها، يعني العامل والمهندس اللي جوه المصنع وشغال هو نفسه المجند اللي بيشيل السلاح وقت الحرب. يعني طول مدة الحرب معناها توقف عجلة الانتاج، يعني اقتصاد منهار ومتوقف مهما كانت المساعدة. غيرك انت كمصري عندك قوات اساسية. وقبل الحرب ب 48 ساعة تم تسريح 20,000 جندي الى الاحتياط، ورجعوا تاني بالتدريج واحدة واحدة لسكناتهم ومن غير ما حد يحس. وكمان اعلنت القوات المسلحة عن رحلة حج، واكيد مفيش دولة على شفا حرب هتعلن عن رحلات حج لظباطها. وكل ده يا صديقي كان من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي، واسرائيل والجيش الذي لا يقهر نايمين لنا في الفلينة خالص. وفي 28 اغسطس سنة 73 اتفق السادات مع حافظ الاسد الرئيس السوري على ميعاد الحرب، وانها تشن مصر وسوريا الحرب في وقت واحد لإرباك العدو. وفي سبتمبر سنة 73 أعلن الجيش المصري حالة الاستعداد القصوى، وإعلان حالة التأهب في المطارات والقوات الجوية، وبالتالي ده كمان خلى إسرائيل ترفع حالة الاستعداد القصوى وتستدعي الاحتياطي، وبالتالي تقف المصانع لاستدعاء الاحتياطي زي ما شرحنا دلوقتي تحسبا لأي هجوم محتمل. وبعد كل ده تعلن مصر بكل بساطة إنه كان مجرد تدريب يا إخوان. وللعلم دي ما كانتش المرة الأولى اللي السادات بيعلن فيها حالة التأهب، فتقول إسرائيل إن الراجل دوت بيلعب بينا وبيلعب بشعبه، وكمان دماغه رايحة منه ومش فاهم أي حاجة. ما هو برضه مفيش رئيس عاقل يحرك قواته وبعد كده يرجعهم تاني بالمنظر ده. يا راجل ده لو قصد يحبطهم مش هيعمل كده. فمن الآخر الراجل دوت بيريح الشعب بتاعه وبيسكته. وفي 5 أكتوبر يتصل جاسوس مصري مسمى بالمصدر بالموساد ويطلب منهم مقابلة عاجلة بلندن، وكمان يطلب مقابلة رئيس المخابرات الإسرائيلي بنفسه نظرا لأهمية المعلومات اللي بيمتلكها. وبالفعل يتحرك رئيس الموساد علشان يقابله ويقول له إن مصر وسوريا هيعملوا ضربة يوم 6 أكتوبر الساعة 6 مساء، فيتركوا الإسرائيليين وتتلخبط حساباتهم. وبالمناسبة المصدر دوت هو اشرف مروان اللي اسرائيل قالت عليه ان هو جاسوس ليها، وطلع في الاخر ان هو بياخد اوامره من الرئيس السادات مباشره. والمعلومات اللي تم تسريبها كانت بتكليف مباشر من الرئيس السادات لخدمه الخطه. ويوم 6 اكتوبر الساعه 9 صباحا اتخذت جولدا مائير باعلان التعبئه القصوى واستدعاء قوات الاحتياط، وراحت زارت الجبهه اليوم ده وشافت بعينيها الهدوء التام على الجبهه المصريه. مش ممكن يكون البلد ديت هتحارب النهارده والهدوء ده يبقى موجود، اكيد في حاجه غلط. يا راجل ده وصلت ان المشير احمد اسماعيل كان موجه الدعوه لوزير الدفاع الروماني وكان هيستقبله بنفسه في المطار. طب ازاي دي دوله هتحارب النهارده بس؟ وفي نفس التوقيت توصل المعلومه لرئيس السادات ان الخبر خلاص وصل لاسرائيل، وساعتها قال خلاص مش هيلحقوا يعملوا اي حاجه. ويجي اللواء يسري عماره قائد الفرقه الثانيه مشاة ويحكي لنا ويقول ان يوم 6 اكتوبر الساعه 11 وجالنا قائد الكتيبه وقال لنا يا رجاله انتوا هتفطروا النهارده. وضحكنا كلنا وقلنا له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا فندم؟ فلقينا فعلا الكلام على الجد، وراح جايب كيس بلح وقال انا اولكم اهو يا رجاله وهفطر. وتلبشنا مكاننا بعد ما قال لنا يا رجاله النهارده يوم يا نقابل ربنا شهداء يا ناخد بطارنا ونرفع علم مصر الناحيه الثانيه وناخد ارضنا. وبالفعل الساعة 2 الظهر الحرب ابتدت، وعبرت 220 طيارة في سما سيناء وضربت جميع مراكز القيادة الإسرائيلية والمطارات والبطاريات المضادة للطيارات، وحققنا فعليا انتصار مذهل بالضربة الجوية. وخسائر مصر في الضربة ديت كانت 8 طيارات بس، ومنهم طيارة عاطف السادات أخو الرئيس الصغير. والمدفعية اشتغلت ضرب لحد الساعة 2:30، وقدرت الموجة الأولى مشاة إن هي تعدي من وسط الضرب ده كله. ومرة واحدة المشاة بتوعنا لقوا نفسهم فوق خط بارليف اللي كان ارتفاعه 20 متر، والعساكر ما كانش في بقهم غير كلمة الله أكبر. وبعد مرور 3 ساعات على الحرب كان في أكتر من 45 كتيبة مصرية في الضفة الثانية من القناة، ولقوا نفسهم وجها لوجه مع الإسرائيليين. ودي هي اللحظة اللي كانوا مستنيينها بقالهم زمن علشان يعلموا بني إسرائيل الرجالة بتحارب إزاي، ويا ريتهم في الاخر اتعلموا. ودخلت بعد كده كتايب المهندسين العسكريين في الموجه الثانيه ومعاهم الخراطيم والمضخات، وعملوا فتحات كتيره في خط بارليف علشان يتم انشاء الجسور العائمه وتعبر عليها الدبابات والمدرعات والاسلحه الثقيله للضفه الثانيه من القناه. والباقي معروف، وكسبنا الحرب بالمخ مش بالجعجعه. مين وصل لحد هنا؟ اللي وصل لحد هنا انتوا 100 100. لو استفدتوا ولو بمعلومه ارجوك ما تبخلش عليا باللايك والشير واشترك في القناه، وكل سنه وانتم طيبين.